ازيك يا عزيزي المشاهد واهلا بيك في فيديو صغير عشان نجاوب على السؤال المهم: ازاي يا دكتور اقدر انظم مراجعتي واستغلها صح عشان نوصل لافضل نتيجة ان شاء الله؟ طبعا زي ما اتفقت معاك ان فيديوهات ليلة الامتحان هتكون نازلة عند حضرتك على اليوتيوب، الملزمة متاحة PDF تقدر تطبعها في اي مكان. كل الحصص بتاعة الريفيجنز هي مفتوحة مع حضرتك على المنصة. احنا كتيم موجودين مع حضرتك طوال ال3 ايام ونص على مدار ال24 ساعة، سواء كتيم اداري او تيم علمي. عندك اي مشكلة تقدر تتواصل مع التيم الاداري من خلال الهوت لاين، او لو في ضغط مكالمات تقدر تبعت مسج بس على الفيسبوك بيج وهنرد عليك على طول. عندك اي سؤال علمي تقدر تبعت على الميني جروبس وهتلاقيني انا والتيم العلمي بالكامل موجودين مع حضرتك بنرد عليك في اي سؤال او في اي حاجة انت محتاجها. امتحانك بقى هيكون يوم الخميس اللي جاي 2/7 ان شاء الله، وده معناه ان انت قدامك 3 ايام ونص، من ضمنهم النص يوم اللي انت قاعد بتتفرج عليا فيه ده بعد ما جيت من الامتحان الصبح، اللي يا رب يا رب يا رب ان شاء الله تكونوا كلكم حليتوا كويس. ولو لا قدر الله حصل اي حاجه، حاسس ان انت بوظت الدنيا في العربي، سيبك خالص من اللي فات، تركيزك بقى في المواد اللي جايه هو ده الاهم. امسك كده الموبايل بتاعك، شوف فاضل لك كام ماده واحسب توتال الدرجات اللي لسه فاضلالك بالكام درجه اللي انت حاسس ان انت نقصتهم في العربي. واصلا ده لو اكيد يعني كانت مراجعتك صح او الاجابات دي صح، او انت حاسس ان انت حليت وحش وممكن اصلا تكون الحل بتاعك كان حل صح، فسيب لو سمحت بقى اللي فات ده على ربنا، وفعلا تركيزك في المواد اللي جايه. هي دي يا جماعه اللي بتحدد النتيجه في الاخر. مجموع الدرجات اللي جاي الكتير ده هو اللي هيفرقكم عن بعض، هو اللي هيفرق الشاطر اللي هيركز طول الطريق ولا لا. فلو سمحت تركيزك في المواد اللي جايه وسيب اللي فات على ربنا خلاص، خصوصا ال3 ايام ونص دول بقى بتوع الكيمستري. بص، هو انت على حسب الجدول قدامك فعلا 3 ايام ونص، بس ده جدول الوزاره. بيننا وبين بعض انت قدامك يومين ونص بس، يعني الغي يوم الاربع 1/7 ده، شيله من حساباتك خالص. اقول لك اعتبر ان يوم الاربع 1/7 ده يوم امتحان الكيمستري بتاعك. لو سمحت طلب، لو قدامك الجدول على المكتب اشطب على الخميس وخلي امتحان الكيمستري الاربع 1/7، ولو مش عندك الجدول علق ورقه قدامك كده ان امتحان الكيمستري يوم الاربع 1/7. شيل اليوم ده خالص من حساباتك، وهقول لك ليه في الاخر، بس ارجوك اسمع كلامي. طب انا كده يا دكتور هيكون قدامي يومين ونص بس، مطلوب مني ايه بقى في اليومين ونص دول؟ مطلوب من حضرتك ترجع تفتكر كل حاجة ليها علاقة بالكيمستري، تعب السنة كله بقى، كل المعلومات والنوتس والتريكات وأفكار الأسئلة ومهارات الحل بتاعت الأسئلة، كل حاجة ليها علاقة بالكيمستري مطلوب من حضرتك ان انت ان شاء الله ترجع تفتكرها في الكام يوم دول. طيب، انا طبعا لو انت مستني مني ان انا اجي ليلة الامتحان اكون بقول لك معلومة جديدة، اكيد ده يعني مفيش حاجة اسمها كده، مفيش مدرس جاي يقول لك ليلة الامتحان معلومات جديدة. انا دوري في ليلة الامتحان ان انا اكون بساعدك. هل معنى كده يا دكتور ان انت ما صورتش فيديوهات جديده يعني ليله الامتحان؟ لا اكيد والله صورت ولسه كمان بصور اهو. انا بحاول اعمل كل حاجه وهفضل معاك لحد يوم الامتحان ان شاء الله الصبح. بس اللي انا بقوله لك ان انا عايزك تكون مطمن، انت والله ما ناقصك اي حاجه. احنا تعبنا فعلا مع بعض طول السنه عشان نقدر نوصل للكام يوم دول، ان الحمد لله على قد ما نقدر نوصل مرتاحين. طبعا هنكون بنحاول برضو في الفترة دي نعمل كل حاجة، بس انا عايز اطمنك ان انت والله ما ناقصك اي حاجة. احنا طول السنة انت بتاخد الحصة بالمحتوى كامل، سواء الشرح او النوتس اللي بنأكد عليها في الكلاس شيت، او حتى في الهوم ورك الريفيجن اللي بعد كل شابتر. خلصنا المنهج رجعنا عملنا فاينل ريفيجن على المنهج كله تاني على مدار 6 حصص، كل حصة متقسمة لبارت سمري، برجع اشرح المنهج كله تاني بالنوتس بتاعته، وغير ملزمة الفاينل ريفيجن اللي كانت مجمعة كل افكار واشكال الاسئلة والنوتس بتاعتها عشان نكون غطينا كل التريكات. فاحنا تعبنا مع بعض طول السنة وانت والله ما ناقصك اي حاجة. طيب انا يا دكتور في الكام يوم دول هتكون بتساعدني ازاي؟ هتكون بتعمل ايه؟ انا عايز بس اكون مفهمك ان الكام يوم بتوع ليالي الامتحان دول هم يخصوا الطالب. انا هكون بحاول بساعدك بايه؟ الفيديوهات اللي نازله عند حضرتك في البلاي ليست بتاعت ليله الامتحان، ان انا مسكت شابتر شابتر، رجعت لك على النوتس كلها تاني بتاعت الشابتر، والله في اقل وقت ممكن ان انا اكون فكرتك بالنوتس والمعلومات كلها، ومش جاي اشرح او اقول لك معلومه كده وخلاص، لا ده انا بقول لك المعلومه بالنوت بالتركايه بشكل السؤال ان شاء الله اللي بيجي على كل جزء.
هتلاقيني مقسم لك في طبعا شابتر 1 وشابتر 2. هي الشابترز دي ميزتها ان انت لو مذاكر المعلومه هتحل. الاسئله فيها مش معتمده قوي على الفهم والتركيز زي 3 و4. لا، 1 و2 الميزه ان انت لو مذاكر المعلومه هتحل السؤال على طول، ما فيهمش لعبه قوي. كمان فيهم ميزه خطيره ان كتيب المفاهيم يقدر يساعدك تتعامل مع الاسئله سواء في شابتر 1 او في شابتر 2. فهنا في 1 و 2 هتلاقيني راجعت معاك النوتس كلها، وانا براجع معاك النوتس بقول لك الافكار بتاعت الاسئله، يعني المعلومه اللي بقولها لك هي دي المعلومه اللي لو جت في السؤال هتعرف تحل بيها على طول. ف1 و2 ما فيهمش مشكله. طيب بالنسبه ل 3 و4، 3 و4 طبعا الاسئله بتاعتهم بتكون معتمده على الفهم، ولازم يكون معاك مهاره حل وتعرف تتعامل مع السؤال ازاي. فهتلاقيني 3 و4 براجع معاك المعلومه بالنوتس والتريكات، بحل كمان معاك اسئله في الفيديو بتاع ليله الامتحان اللي يخص 3 و4. طيب طبعا بالنسبه للمسائل، فجزء المسائل سواء اللي عندنا في شابتر 2 او شابتر 3 او شابتر 4، انت المسائل يعني هي ما فيهاش شرح، انت لازم تكون مشيت ايدك وحليت اكبر قدر او بصيت على افكار المسائل اللي عندنا. طبعا انا كده كده في الفاينل ريفيجن كنت عامل لك بارت 2، في كل شابتر كان في مسائل بشرح لك بالتفصيل وبراجع واجمع معاك النوتس كلها بالقوانين كلها بتاعت المسائل اللي انت محتاجها، بالروشتة ازاي نقدر نتعامل مع المسائل، وحلل معاك كل الافكار بالطريقه بالتبسيط واحده واحده، وبشرح معاك واحده واحده. فطبعا جزء المسائل ده انا اللي يهمني فيه ان انت ترجع تبص بقى على تجميعة النوتس والقوانين اللي انت كنت كاتبها معايا، تراجعها بعينك بسرعه وتحاول تبص على المسائل. طبعا المسائل يعني هي لازم تكون حليت بايدك، لازم تبص كده على الافكار عشان تبقى ايه عارف بس ازاي بتتعامل معاهم. ده بالنسبه طبعا لمراجعه الجزء بتاع المسائل. طيب اذا يا دكتور انا كده امشي معايا واحده واحده، انا في اليومين ونص دول هكون براجع ازاي؟ نمسك مثلا شابتر 1، همسكهم، احنا عندنا 5 شابترز، نبدا بشابتر 1 واللي هقوله على شابتر 1 يمشي عليهم كلهم. هبدا مثلا بشابتر 1. رحت يا دكتور اتفرجت على الفيديو بتاع ليله الامتحان اللي حضرتك مراجع ومجمع فيه كل النوتس تاني سريعا. بعد ما اتفرج على الفيديو ده هتقوم ماسك ملزمه الفاينل ريفيجن اللي مع حضرتك، الاسئله اللي فيها هتحلها. هتلاقيني عامل لك اسئله على شابتر 1، اسئله على شابتر 2، وهكذا. فانت بعد ما اتفرجت على الفيديو اللي على اليوتيوب بتاع ليله الامتحان، رجعت وجمعت كل حاجه، قمت رايح باصص على الاسئله عشان تحلها وتتاكد ان انت فاكر ازاي بتتعامل مع الاسئله، ومهارات الحل بتاعتها تكون افتكرتها سريعا. طيب لو في سؤال وقف قدامي، انت بتفتح الفيديو بتاعه وتتفرج عليه وتفتكر مهاره الحل او ازاي كنا بنتعامل مع السؤال ده. انما الاسئله اللي انت ايدك ماشيه فيها خلاص، جميل. مجرد ان انت حليت الاسئله اللي موجوده عندك في ملزمه ليله الامتحان دي، انت كده مطمن ان اي سؤال هيجي لك على الشابتر ده انت ان شاء الله هتكون تقدر تحله، لان الاسئله دي مجمعه كل النوتس والتريكات اللي على الشابتر ومغطيه الافكار ومهارات الحل الاساسيه، بحيث ان لو كان في سؤال وقف قدامك فانت اتفرجت عليه وراجعت كنا بنتعامل مع السؤال ازاي وبنحله ازاي. وان شاء الله اي سؤال بقى هيجي لك على الشابتر بعد ما تكون حليت الاسئله دي واطمنت مع نفسك، هتلاقي ان الموضوع سهل. وبالنسبة للأسئلة اللي في ملزمة ليلة الامتحان دي، أهم أفكار الأسئلة اللي جايبها لك من نماذج امتحانات الاسترشادية ال10 بتوع 2026. عامل لك في الملزمة أهم الأفكار اللي جت على كل شابتر، بحيث بعد ما تراجع الشابتر تحل الأسئلة بتاعته. وبأكد إن أسئلة النماذج الاسترشادية مهمة جدا جدا جدا، وهي اللي ليها الأولوية في الكام يوم دول بتوع ليالي الامتحان. يعني اهم يا دكتور من الملازم بتاعت حضرتك لو انا لسه ما حلتهاش؟ اهم يا دكتور من اي مصدر تاني؟ اهم. طب لو هقارنها يا دكتور باسئله الوزاره بتاعت السنين اللي فاتت، سواء امتحانات السنين اللي فاتت فاينل او حتى الامتحانات الاسترشاديه، فاسترشادي 2026 اهم، وافكاره اعلى وافكاره احلى بكتير من الاسئله حتى بتاعت الوزاره بتاعت السنين اللي فاتت. فعشان كده انا باكد ان الاسترشاديات دي مهمه جدا جدا جدا. احنا عندنا 10 نماذج امتحانات استرشاديه، والله يا سيدي لو انت خلصتهم بعد كده ممكن تبص بقى على بارت 1 مثلا في ملزمه الفاينل ريفيجن بتاعتنا، لان بارت 1 ده كان فيه اهم افكار الاسئله. تبص على الاسئله اللي انت كنت معلم عليها قبل كده، تحل من اي مصدر تاني، تبعت لنا على الميني جروب نحط لحضرتك افكار اسئله جديده. ما عنديش مشكله، بس دي كلها حاجات ايه اكسترا
انا مش بطالبك بيها قوي. اللي انا بطالبك بيه ايه؟ ان افكار الاسئله بتاعت الاسترشادي 2026 ده اهم حاجه. والله خلصتهم ممكن نبقى نبص على اي حاجه تانية، انما دول هم يا جماعه اللي لهم الاولويه القصوى. وانت بنفسك شفت لما كنت بحل معاك الاسئله طول السنه كنت تلاقي نفس السؤال في استرشادي 2025 جاي بالنص. ده كان في مساله في الاسترشادي جايه بالنص بنفس الارقام في امتحان الفاينل. حتى لو ما جابلكش السؤال بنفس النص يجيب لك نفس الفكره بتاعته، اللي هو لو انت حليت السؤال ده كده كده هتعرف تحل السؤال ده. فعشان كده بقول لك الوزاره السنه اللي فاتت جابت اسئله كتيره من الاسترشادي، وانا بتكلم عن مادتي اللي هي الكيمستري. ايوه السنه دي يا دكتور هيعمل نفس الكلام، الله اعلم. بس انا بقول لك ان دي اهم حاجه وهم منزلينها. وافكار الاسترشادي بتاع 2026 هي احلى واعلى، والاسئله تريكي اكتر لو حتى هتقارنها باسئله الوزاره السنين اللي فاتت. فعشان كده ارجوك في الكام يوم دول هم اللي لهم الاولويه القصوى. طب انا يا دكتور مش هقدر احل ال10 نماذج امتحانات الاسترشاديه بالكامل. خلاص انا عامل لك في ملزمه ليله الامتحان الدنيا منظمه، جايب لك اهم افكار الاسئله على كل شابتر، بحيث ان انا براجع الشابتر من الفيديو بتاع اليوتيوب، جمعت يا دكتور النوتس كلها، قمت رايح باصص على الاسئله اللي حضرتك حاططها لي من استرشاد 2026 في ملزمه ليله الامتحان. دول بما انك حلتهم خلاص ان شاء الله اي سؤال هيجي لك على شابتر 1 انت هتعرف تتعامل معاه. فاهم؟ طيب انا خلصت يا دكتور دول وعندي بقى وقت ان انا اروح ابص على باقي امتحانات الاسترشاديه، ماشي. طب انا ما لحقتش ابص على ال10 استرشادي، مفيش مشكله، ركز بس على اهم الاسئله اللي انا حاططها لك على كل شابتر. جميل. وطبعا كده كده ال10 نماذج استرشاديه كانوا اوريدي بالكامل نازلين عند حضرتك على اليوتيوب. فانت وانت بتحل الاسئله لو في سؤال وقف قدامك ولا حاجه، او حاسس ان انت ناسي كنا ازاي بنتعامل معاه، عايز تفتكر مهارات الحل مع النوعيه دي مثلا من الاسئله كنا ازاي بنحلها، هتلاقيني كاتب لك ان السؤال ده كان في النموذج الاسترشادي كذا رقم كذا، تفتح الفيديو وتفتكر طريقه الحل بتاعته. يبقى تاني انا طريقتي يا دكتور هكون ماشي بطريقه منظمه. احنا عندنا يا جماعه 5 شابترز، همسك شابتر 1 هراجع من الفيديو اللي نزل لحضرتك على اليوتيوب، الفيديو بتاع ليله الامتحان، في اقل وقت رجعت وافتكرت النوتس كلها، وبعدين قمت ماسك الملزمه ممشي ايدي على افكار الاسئله دي، والسؤال اللي واقف قدامي اتفرجت عليه وشفت كنا ازاي بنتعامل عليه. مجرد ان انت يا عزيزي خلصت الاسئله دي خلاص انت كده مطمن ان الشابتر ده انت راجعت النوتس بتاعته وحليت عليه الاسئله المهمه بالافكار كلها، والاسئله دي هتكون كافيه ان شاء الله ان هي تغطي لك كل الافكار وكل النوتس والتريكات واشكال الاسئله بتاعه الشابتر ده. فانا مثلا رجعت شابتر 1 حليت الاسئله دي، يبقى انا خلاص كده مطمن لشابتر 1. ادخل على شابتر 2 اعمل نفس الكلام، اتفرج على فيديو ليله الامتحان واقوم حالل الكام سؤال اللي موجودين عندي، ولو في سؤال وقف قدامي بقوم سريعا كده مجمع النوتس بتاعته. طيب انا يا دكتور في شابتر واقع مني خالص، عندي مثلا شابتر 3 او شابتر 4 واقع مني خالص، اتفرج على فيديو بتاع ليله الامتحان. حسيت ان انت جمعت، لان انا هكون بتكلم بسرعه شويه، حسيت ان انت جمعت النوتس وكلها خلاص تمام التمام، خلاص خش على طول على الاسئله اللي موجوده عندك في ملزمه ليله الامتحان. طب انا في جزء معين يا دكتور حاسس ان هو واقع مني خالص، ده ممكن ساعتها تروح تبص عليه على الفيديو بتاع الفاينل ريفيجن اللي نزل عند حضرتك على المنصه. كده كده كل شابتر كنت مقسمهم لك كذا بارت، فتشوف البارت اللي واقع منك قوي. بس ده في حاله ان البارت ده واقع منك خالص، او الجزئيه دي في الشابتر واقع منك خالص. انما غير كده في فيديو ليله الامتحان ان شاء الله هتلاقيني خصوصا على الجزء الان اورجانيك هتلاقيني مراجع لك كل حاجه، مفكرك بكل النوتس بالتجميعات كلها، عشان حتى لو انت ما تبقاش عندك وقت ان شاء الله يكون الفيديو ده كافي وان هو يلم لك كل النوتس بتاعتك. فانا مشيت واحده واحده كده، خلصت الشابتر، رجعت على النوتس بتاعته وجمعتها يا دكتور مع حضرتك، على طول قمت داخل على الاسئله فارم الاسئله دي، يبقى انا خلاص بقيت مطمن ان انا اي سؤال هيجي لي على الشابتر ده هعرف اتعامل معاه. وهكذا بقى في ال5 شابترز اللي عندك. وعشان الدنيا تكون منظمه معاك اكتر انا اقدر اساعدك بجدول زي اللي قدامك ده، ان انت بعد ما جيت من الامتحان الصبح نمت شويه تصحى بقى تخلص لي شابتر وليكن مثلا زي شابتر 2، اليوم اللي بعده تصحى من بدري تخلص لي شابتر 3 وشابتر 4، واليوم اللي بعده شابترين برضو، تاخد الاورجانيك مع شابتر صغير كده مثلا زي شابتر 1.
طيب افرض انا يا دكتور مثلا جيت يوم الحد ده لقيت نفسي مش قادر ومش بنجز وعايز انام اليوم كله، هل كده الجدول ضاع مني ورحت في داهية؟ لا ان شاء الله خير. بس انا عايزك بقى تكون مركز مع نفسك ومع مصلحتك، ما تشتتش نفسك، ابعد الموبايل خالص لو سمحت، وتركيزك قوي مع الوقت، ما تضيعش اي دقيقة. حسيت ان انت يوم الحد اللي جاي فيه من الامتحان ده انا قاعد على الموبايل بضيع وقت، انا مش بنجز يا دكتور ومش بذاكر، مع ان انا شلت الحاجات دي، بس عقلي يا دكتور مش قادر، محتاج ان انا انام. بص حط لنفسك كده ان انت لو جيت على الساعة 9 10 وحاسس ان انت ما بتنجز ما بتذاكرش او عايز تنام وخلاص مش قادر، لو سمحت نام، ما تقعدش بقى تضيع وقت اكتر. لو سمحت نام لي بقى، نام لي اليوم كله، ما عنديش مشكلة، نام واصحى لي، انت كده كده هتنام بدري يوم الحد، اصحى لي بقى على الفجر تاني يوم الاثنين، تصحى لي على الفجر او قبل الفجر الساعه 4 5 بالكتير قوي تكون صحيت، عشان انا هاخد يوم الاثنين ده اقسمه يومين، ما انت نايم اليوم اللي قبله، فتقسم لي بقى يوم الاثنين يومين، تذاكر لي من الفجر لحد الظهر، ادي كده تاخده كانه يوم، وبعدين تنام لك ساعتين ولا حاجه وتذاكر من بعد الظهر لحد بالليل، يبقى كده كانه تاني يوم. طيب انا يا دكتور مش مناسبني ابدا بشابتر 2، عايز ابدا الصراحه بشابتر كان واقع مني قوي وليكن زي 3 و4، مفيش مشكله ان انت تبدل الاماكن مع بعض. يا جماعه الجدول اللي هيمشي مع واحد مش شرط يمشي مع الناس كلها، وانتوا كتير، فمش لازم اللي هيمشي معاه كلكم يمشي مع كل واحد فيكم. في النهايه الكام يوم دول والله دول بتوع الطالب، احنا بنقعد نضغطكم طول السنه وجايين عليكم كل السنه، انت جاي بقى في الكام يوم دول انت بتشوف مصلحتك فين وبتشوف نفسيتك وطريقتك، كل واحد شخصيه مختلفه عن التانيه وكل واحد دماغ عن التانيه. انا مثلا في اوقات كنت احب ابدا بالحاجه اللي انا واقع فيها قوي، وفي اوقات لا انا مش قادر ابدا بحاجه تقيله، انا عارف ان انا بشد في الاخر، فابدا بالحاجات السهله تفتح نفسي على المذاكره فاخلص منها، فكل واحد واللي يريحه. المهم ان انت مع حضرتك يومين ونص اهو تكون خلصت فيهم كل حاجه، عايز تبدا بقى بشابتر 1 تبدا بالسهل الاول، تبدا بحاجات واقعه منك الاول، اللي انت عايزه. المهم ان الاورجانيك يكون واخد منك تركيز كبير قوي، عشان ده طبعا اهم شابتر عندنا ولازم تكون مأكد عليه، ولازم تكون في خلال اليومين ونص دول كل اللي قدامي خلصه، ايا كان بقى تبدا بايه تعمل ايه، المهم ان انت معاك يومين ونص ضاغط نفسك تخلص فيهم المنهج كله، عشان امتحان حضرتك يوم الاربع 1/7. انت كده كده ان شاء الله لما هترجع من ليله الامتحان هتلاقي الاربع فيديوهات اللي هو الان اورجانيك كله كامل 1 و2 و3 و4 جاهزين ومرفوعين عند حضرتك، فاضل بس شابتر الاورجانيك لسه بنخلص فيه ان شاء الله على يوم 29 بالليل بالكتير قوي ان شاء الله، لو اتاخر حتى في الرفع على 30 على يوم 30 الصبح هيكون جاهز معاك ان شاء الله. وهو يعني اكيد مش هقول في منهج الاورجانيك كله، انا هتلاقيني براجع معاك على النوتس والتركات، احنا كده كده الاورجانيك بدانا بيها الحمد لله الفاينل ريفيجن، فانت اكيد يعني مش هيكون حد مراقمها ان شاء الله، فانت تكون جمعت النوتس بتاعتها مع بارتات هيرو اور زيرو والنوتس والروشتات بقى اللي احنا كنا مجمعينها مع بعض، فان شاء الله في الاربعه الفيديوهات بتوع الان اورجانيك الاربعه شابترز اللي في الاول هيكونوا كده كده موجودين مع حضرتك، ابدا باللي انت عايزه، وان شاء الله الاورجانيك مش هاخره عليك على طول، انا شغال فيه والله ان شاء الله على 29، لو اتاخر يبقى 30 الصبح ان شاء الله بالكتير قوي يكون جاهز عند حضرتك. جميل. طيب انا في اليومين ونص دول اللي قدامي بقى مراكم مش مراكم واقع منه حاجه عايز يبدا باي شابتر ايا كان، كل اللي قدامي جايين لو سمحت يوم الثلاث بالليل، انت صابح عليك الامتحان، جايين يوم الثلاث بالليل مخلصين يا دكتور كل اللي مطلوب مننا، مسكت شابتر رجعت النوتس بتاعته وحليت عليه، انا خلاص بعمل حاجتين لكل شابتر، براجع على النوتس وده الفيديو اللي انا منزله لحضرتك، او طبعا كمان النوتس اللي انت كنت كاتبها معايا، والاسئله اللي انا قايلها لحضرتك اللي هي اهم الاسئله بتوعه استرشادي 2026، مع طبعا لو انت كنت حليت في الملازم من قبل كده في الفاينل ريفيجن او حاجه بصيت بصه سريعه على الاسئله اللي انت كنت معلم عليها، فاحنا كده كلنا كل اللي قاعدين قدامي خلصنا يا دكتور، واعتبر ان فعلا امتحانك يوم الاربعاء عشان تنجز، خلصنا يوم الثلاث بالليل، اجي بقى يا دكتور اليوم الاربع اعمل فيه ايه؟ يوم الاربع ده انا ليه سايبه في الاخر؟ واسمعني بقى لو سمحت، لان انا عايزك تيجي يوم الاربع ده مرتاح نفسيا، يوم الاربع ده انا عايزك توصل له اللي هو ايه ده، هو مش الامتحان النهارده ده انا معايا يوم اجازه، هو ده الاحساس اللي انا عايزك توصل له، ان انا الاربع ده مرتاح نفسيا. يا جماعه قسما بالله قسما بالله قسما بالله اللي انا بقوله ده بعيدا عن ان هو كلام مهم جدا، والله ده علميا حقيقي، انت مخك تحت الاسترس وتحت الضغط
مش هيفتكر حاجة. فانت لو جيت لي في ليلة الامتحان بتاع يوم الاربع ده حاسس ان انت لسه وراك حاجات كتير والدنيا ضغطة وي 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 وي، مش هتنجز حاجة ومش هتستفيد بيه. فعشان كده شيله من حساباتك خالص، وتعالى تفاجئ ان اخر يوم انا معايا يوم قاعد فيه واصل مرتاح نفسيا. كان واقع بقى مني حاجة، كان في حاجة لسه ما خلصتهاش، كانت في حاجة لسه ما بصيتش عليها، بنجزها الاربع الصبح، وحاطط لنفسي من الساعة كذا للساعة كذا أنا بنجز الوقت ده. وبقيت يوم الاربع يا دكتور كله أنت قاعد باشا مرتاح نفسيا. عايز بقى ارجع ابص على النوتس مثلا اللي انا كنت بنساها طول السنه، بخلص الامتحان صباح تاني يوم الصبح فببص عليها بسرعه. خلصت والله الاسئله كلها اللي موجوده عندي في ملزمه الفاينل ريفيجن، او في في ملزمه ليله الامتحان، فببص بقى على الاسئله اللي انا كنت معلم عليها في ملزمه الفاينل ريفيجن. ببص على بقيه الاسئله بتاعت امتحانات الاسترشاديه، معايا وقت فبص على بقيه الاسئله بقى بتاعت الاسترشاديات العشره كلهم. دخلت على الميني جروبس بطلب من التيم اسئله جديده ان انا اقعد احلها واتدرب فيها. اعمل بقى اللي انت عايزه في اليوم ده، بس ارجوك تبقى مرتاح نفسيا. يا جماعة الموضوع ده هيفرق معاك جدا جدا جدا، صدقني. اللي هيكون بارد، وده سبب من اسباب نجاحي والله حتى في الجامعة وصيدلة، انت عارف هي تقيلة قد ايه. سبب من اسباب نجاحي ان انا ببقى بحاول على قد ما اقدر انا بارد. اللي هو عارف يا عزيزي هيحصل ايه يعني؟ ما هي كده كده خربانه خربانه، والله هيحصل ايه يعني؟ اخرها هموت؟ اكيد لا، ان شاء الله لا يعني. فانا ايه، امتحان درجه هعديها، وبعدين ما حياتي مش هتخلص، ويعني طالما ما اغضبتش ربنا يعني فخلاص خير ان شاء الله، هعوض في اللي جاي، فاهم؟ فايا كان ايه اللي هي يعني اخرها ايه اللي هيحصل، فاهم؟ هو ده اللي انا عايزك تبقى حاسس بيه. ما بتسالش نفسك ليه ساعات والله في الخناقه مثلا لو انت شديت مع حد ولا حاجه، تبقى انت مش فاكر اي حاجه تقولها، ولو الخناقه مثلا ولا الشده خلصت من كده، ياه لو كنت رديت عليه الرد الفلاني، ياه لو كنت قلت له مش عارف ايه. طب انت ليه ما افتكرتش الموضوع ده جوه الخناقه؟ لان انت جوه الخناقه عقلك تحت ستريس، عقلك مضغوط، جسمك مش هيفكرك بحاجه. الجسم يا جماعه، وانا مش عايز ادخل معاكم قوي في الحته يعني العلميه دي، بس صدقني الجسم تحت الاسترس هو بيلغي الميموري، مش مهم خالص الذاكره دلوقتي، في حاجات تانية اهم في جسمي اشغلها. فجسمك مش بيبقى شغال خالص على الذاكره دي، ومش مهمه خالص بالنسبه له طالما هو تحت ستريس. وكل ما تكون بارد، وكل ما تكون هادي، وكل ما تكون واثق في ربنا وواثق في نفسك ان شاء الله ان ربنا مش هيضيع التعب ده، وانت حاولت على قد ما تقدر. ما احنا امكانياتنا مختلفه عن بعض، مش لازم اقارن نفسي بحد، مش لازم ابقى زي زمايلي. انا حاولت على قد ما اقدر على قد امكانياتي، خلاص انا واثق في ربنا ان شاء الله ان هو مش هيضيع تعبي ده. وصدقني ثقتك في ربنا اكرم الاكرمين، هيكرمك فوق فوق ما انت تتخيل. بس انا عايزك تبقى هادي، لانه قسما بالله عارف انت لو مذاكر المنهج كله وداخل الامتحان ومضغوط وستريس مش هتعرف تحل حاجه. والعكس، عارف لو انت رايح على الامتحان كده باشا وهادي، اقسم بالله لو انت هادي تقدر تفتكر معلومه كنا قلناها اصلا من بدايه السنه. غلطه مثلا انت غلطتها في الهومورك، او غلطه مثلا كانت في امتحان الشهر اللي عندك، تقدر تفتكرها وتحل بيها. فكل ما هتكون هادي كل ما انت هتعرف تحل. الموضوع ده مهم جدا. عشان كده انا عايزك تيجي يوم الاربع انا هادي، انا ما عنديش حاجه خلاص. طب كان فاضل لي حاجه يا دكتور لسه ما خلصتهاش، اهو انت معاك يوم هديه جالك من عند ربنا اهو، خلص فيه الصبح اللي انت تقدر عليه، وبقيت معاك اليوم اعمل فيها بقى اي حاجه انت عايزها. كانت في حاجات بتنساها في كل شابتر فبعدي عليها هنا بسرعه، خلصت كل حاجه ابص على الاسترشاديات، اطلب من التيم ان هو يجيب لي اسئله جديده ان انا اقعد احل فيها، اعمل بقى اي حاجه اكسترا، فاهم؟ بس اكون حاولت على قد ما اقدر ان الاربع الصبح انا مخلص كل حاجه ان شاء الله. وفي النهايه يا عزيزي انا عايزك تكون مطمن واثق قوي في ربنا، وواثق ان هو مش هيضيع تعبك. وانا عارف قد ايه انتوا تعبتوا معايا واشهد على ده، وعارف ان الكام يوم بتوع الامتحانات دول قد ايه فعلا هي فتره صعبه وفتره رخمه، وده بيحصل مع زمايلك كل سنه في ايام الامتحانات دي. عشان كده اسمها ثانويه عامه. بس خلاص هانت يا عزيزي، انت عارف ده فاضل قد ايه؟ اسبوعين ان شاء الله من بعد الامتحان، اسبوعين ومفيش ثانويه عامه تاني في حياتنا. خلاص باي باي، خلصنا، خدنا الحريه. نبقى نتقابل يا زوز انا وانت بقى على البحر ان شاء الله، نقعد نهزر ونتبسط ونضحك مع بعض. انا مش عايز اي حد فيكم قلقان.
اوعى واخطر حاجه تحصل ان الشيطان يقوم داخل جوه مخك خصوصا في الفتره دي ويقعد يسحلك بقى. طب يا ترى هل ترى انت هتلحق تدخل الكليه اللي نفسك فيها ولا لا؟ طب يا ترى هل ترى مجموعك هيبقى عامل ازاي؟ طب الامتحان هيجي صعب ولا هيجي سهل؟ كل الحاجات دي انت مش مطالب بيها. انت مش مطالب غير ان انت تكون بتعمل بس اللي عليك، وفي الكام يوم دول تحاول على قد ما تقدر تكون بتراجع وتدخل كل المعلومات جوه مخك. بقول الكلام ده عشان خصوصا الناس القلقانه، الناس القلوقه، خصوصا الناس في اخر يوم، واديني بقول من دلوقتي اهو هتوصل لاخر يوم مع الشيطان ومع القلق والتوتر اللي انت فيه. اخر يوم الاربع ده هتلاقي نفسك لو اتحط قدامك اي سؤال حتى لو سؤال سهل انت مش عارف تجاوب عليه وناسي يا دكتور المنهج كله. وانا بقول لك واطمنك ان ده طبيعي من دلوقتي اهو. يا دكتور ده ليله الامتحان، ايوه ما هو عشان ليله الامتحان انت ناسي كل حاجه وعقلك مش قادر يفتكر اي حاجه. عشان كده بقول لك عايزك تاخد يوم الاربع ده كانه اجازه، اللي هو لو انا فاضل لي حاجه، لو كان في نوتس كنت بنساها بتلخبط فيها، جاي اخر اليوم وانا مرتاح كده براجع عليهم بسرعه. بس ان شاء الله تاني يوم الخميس الصبح لما هتتحط قدامك الورقه، مجرد ما تهدى وتذكر الله كده هتلاقي نفسك افتكرت كل حاجه. فطبيعي بقول من دلوقتي اهو مع الشيطان ومع القلق ومع التوتر هتلاقي نفسك جيت في اخر يوم حاسس ان انت ناسي اي حاجه. لما هتحس ان الدنيا كده اوعى تقعد تسال نفسك ولا تضيع وقت ولا توتر نفسك. حط سؤال باجابه، سؤال باجابه، سؤال باجابه في اكبر وقت ممكن، في اقل وقت ممكن بتدخل اكبر قدر من المعلومات تكون رجعت عليها وفكرت مخك بيها. جميل. اقول لك على حاجه عشان تخلص خالص من بعبع ثانويه عامه دي، حاجه انت هتشوفها بنفسك ممكن ما تحسهاش دلوقتي، بس والله اللي هتحسها كمان شهرين ثلاثه بالكتير، كمان سنه مع دخولك الجامعه. هتعرف ان ثانويه عامه دي والله هي واخده فعلا اكبر من حجمها. هي طبعا مرحله مهمه بنسعى فيها وبنعمل كل اللي نقدر عليه، بس دي مش نهايه الدنيا يا عزيزي، ومش دي اللي هتحكم انت حياتك بعد كده شخص ناجح ولا شخص فاشل. حبيب قلبي هي مش بدرجه، هي مش بمجموع بيتحط على ورقه. واوعى في يوم من الايام تخلي حد يحكم عليك من مجرد درجه اتكتبت على ورقه هو انت كده شخص ناجح ولا شخص فاشل. ما بتتحسبش كده خالص، هي في النهايه بالشخصيه. انت لو شخص ناجح ايا كان المكان اللي ربنا هيكرمك فيه هتبقى ناجح في المكان ده، ولو شخص من جواك فاشل حتى لو اتكتب لك 100% في الشهاده المكان اللي هتدخل فيه هتبقى برضو شخص فاشل فيه. فهي في النهايه بتتحسب على الشخصيه. واقول لك على حاجه، انا والله العظيم قسما بالله انا واثق في كل واحد فيكم، واثق ان شاء الله ان شاء الله ان انتوا هتبقوا شخصيات ناجحه اي واحد في اي مكان ربنا هيكرمه فيه. وعايز يا عزيزي لما اقابلك في الشارع صدفه تيجي تسلم عليا، لان انا واثق فيك وفخور باللي انت بتعمله، وواثق ان شاء الله ان انت في يوم من الايام هتكون من الشخصيات اللي ناجحه. انت تاني مش مطلوب منك في الكام يوم دول بس غير ان انت تكون بتعمل اللي عليك، ما تديش الموضوع اكبر من حجمه. اوعى تيجي على سلامتك النفسيه. انا بحاول على قد ما اقدر، وفي ربنا عادل وفي ربنا كريم شايفني بامكانياتي، بحاول على قد ما اقدر. ربنا ان شاء الله هيكرمكم كلكم اخر كرم، وان شاء الله يعدي كمان الامتحان على خير وتطلعوا كلكم مبسوطين، وان شاء الله يبقى يعني ان شاء الله كانت تبقى سنة جميلة. انا مش عايز بقى اطول عليكم اكتر من كده، كالعادة اتمنى دايما اشوفكم من احسن الناس اللي في الدنيا. شكرا جدا ليك يا عزيزي، هتوحشوني والله.